أولا أشكر جميع الحضور، كما أشكر نادي المراسلين الصحفيين بالأزمة والدائرة الذي أتاح لنا هذا اللقاء، وبالتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية جهة الدار البيضاء. هذا اللقاء يومي نتلاقوا فيه مع الأخت حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية مكلفة بالحريات، أمينة مال جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، ورئيس الفرع الجهوي. وهي مناسبة ستتاح لنا مع الأخت حنان لنناقش موضوع إطلاق أخلاقية مهنة الصحافة. ونيابة عن الزملاء والزميلات أطلب الأخت حنان رحاب أن يلتفتوا لهذا الإقليم للاستفادة من كل ما يروج في القطاع العام للصحافة. وهي مناسبة أخرى سنكرم أخانا وعزيز علينا الأخ أحمد المشكح الفائز بجائزة العمود الرياضي، وهي مناسبة نلتئم فيها لنشكر المنتجع ديال مازاغون، ونشكر كذلك كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء. وقبل أن أعطي الكلمة للأخت حنان رحاب، الأستاذة حنان رحاب، الكلمة لمحمد صافا رئيس نادي المراسلين الصحفيين الأزمور والدائرة. فليتفضل. السلام عليكم. مرحبا بالزملاء الكرام بالحضور في هذا اللقاء الذي نعتبره كنادي للمراسلين الصحفيين بالأزمور والدائرة فاتحة موسم جديد للنادي، وإضافة نوعية لما سبقها من الأنشطة المتميزة التي نظمها خلال السنوات الأخيرة بفضل أعضائه ومتعاطفيه من أجل إشعاع ثقافة الاعتراف والتكوين والاستمرار. مرحبا بكم في هذا الفضاء المتميز الذي لا يسعنا إلا أن نوجه من هذا المنبر الشكر لإدارة منتجع مازاغون لدعمها للعمل الصحفي الجاد، آملين أن نكون عند حسن ظنكم من خلال الموضوع الذي تم اختياره في هذا اللقاء، والذي يعتبر فعلا آنيا كما عبر عن ذلك جملة من الزملاء ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية جهة الدار البيضاء. هذا الميثاق الذي كما يعرف الجميع تم نشره يوم 5 غشت 2019 عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة طبقا لما ينص عليه القانون بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وبذلك يكون هذا الميثاق قد دخل حيز التنفيذ، وكان المجلس الوطني للصحافة قد صادق عليه يوم 7 مارس 2019 بعد أن اشتغل عليه منذ تنصيبه، وبعد مشاورات مع منظمات وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية حول المشروع الأولي الذي أعده بالإضافة إلى المساهمات المتعددة التي توصل بها من طرف الصحفيات والصحفيين. وهنا نقف لنتوجه للأستاذة الإعلامية نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأخت حنان رحاب، التي لم تبخل علينا بالحضور من أجل تأطيره وتنويرنا بكل حيثياته بكل ما تحمله الكلمة من شكر وامتنان. كما نغتنمها فرصة خلال اللقاء وكما جرت العادة أن نحتفي ببعضنا البعض من خلال ما ركبناه من تجارب في هذه المهنة التي لا تحمل إلى المتاعب، بتكريم أحد الوجوه التي أعطت وما زالت في ميدان الصحافة باعتراف وطني، وهو الزميل أحمد المشكح الذي حاز مؤخرا على جائزة العمود الرياضي. فهنيئا لنا بهذا التتويج الذي هو تتويج للصحافة بإقليم الجديدة عامة. وختاما نجدد الشكر لكل الزملاء على سبيل الدعوة، ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح فعالية هذا اللقاء، وعلى رأسهم الأخت حنان رحاب، وشكرا. باسم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تنحيي الزملاء والزميلات اللي تيشتغلوا في قطاع الإعلام بإقليم الجديدة بمدينتي الجديدة وأزمور بكل الجماعات اللي تنتمي لهذا الإقليم. نحن جد سعداء على أننا غادي نديروا هذا اللقاء اليوم في إقليم الجديدة،
وتنعتبروه بداية ديال إعادة التواصل مع الزملاء والزميلات داخل هذا الإقليم، وتنعتبروهاش بداية نهاية، ولكن تنعتبروها بداية ديال مسار قادم ديال الفعل والتواصل مع الزملاء والزميلات داخل هذا الإقليم، لأنه تنعتبره على أنه كفرع جهوي ديال جهة الدار البيضاء سطات وجديدة، لأنه واجب علينا ومفروض علينا على أن نلتفتوا الزملاء والزميلات اللي تيشتغلوا في قطاع الإعلام في هذه المنطقة، ونفكروا جميع في مجموعة ديال الآليات التواصلية اللي يمكن على أنها تقوي التنظيم ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتقوي أساساً القدرات ديال الزملاء والزميلات اللي تيشتغلوا في هذا المجال. للأسف ما معناش زميلات حاضرين معنا، وهذا تنعتبره نقطة ضعف، ولكن اكيد على انه كاينين زميلات مراسلات وكاينين زميلات يشتغلوا في مجموعه ديال المواقع الالكترونيه، غادي تجي فرصه على اننا نتواصلوا معهم ان شاء الله في مستقبلا. لقاءنا اليوم هو لقاء جاء بالصدفه وبمبادره من نادي المراسلين الصحفيين بأزمور والدائره، اللي تنشكرهم بزاف على حسن الاستقبال وحسن الضيافه وحسن التنظيم. ايضا لم نكن نعتقد على انه في مدينه صغيره بحال أزمور انه يمكن النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه تلقى هذا الترحيب وتلقى هذه القدره على التنظيم وعلى انها تستوعب يعني ما نطمح له كنقابه من اجل المساهمه في خلق تواصل وخلق اليات للتكوين واليات لتقويه تنظيم النقابه بهذا الاقليم. تنشكروا كل الاخوان والاخوات، كل الاخوان اساسا الاخوات ما كاينينش، كل الاخوان اللي ساهموا في هذا اليوم كل باسمه، وتنحيي وحراره نادي المراسلين الصحفيين بأزمور والدائره. قبل ان نتحدث عن اخلاقيات المهنه، سالت الزميل البيضوري عن طبيعه الحضور، وقال لي ان بينكم مراسلين لجرائد وطنيه أو زملاء صحفيين الصحافة الإلكترونية يشتغلون محليا وجهويا، وطبيعة الحضور يمكن ستفرض علينا طبيعة النقاش داخل هذه القاعة أيضا. لهذا تنقول لأنه بداية بعد ما ننتهي من وضع معالم ديال ميثاق أخلاقيات المهنة، عندكم الحق أنكم تطرحوا علينا كاع الأسئلة الممكنة حتى في الجانب التنظيمي، وحتى كيفاش تشوفونا كنقابة وطنية للصحافة المغربية، طبعا في الشق المسموح له، الزمني المسموح له، باش نتحوا فرصة باش نديروا التكريم ديال الزميل ديالنا والأخ والقيدوم السي حمد مشكح. اليوم منذ حوالي سنة جدد النقاش في بلادنا على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وهذا النقاش تجدد بشكل كبير مع انتخاب المجلس الوطني للصحافة، واللي جزء منكم ساهم في التصويت على هذا المجلس. اليوم النقاش اللي كاين في بلادنا حول أهمية ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة تيرتبط بجوج ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى ترتبط علاقة ميثاق أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان. النقطة الثانية علاقة ميثاق أخلاقيات المهنة وحقوق النساء. النقطة الثانية علاقة ميثاق أخلاقيات المهنة واحترام ثقافة التنوع داخل المجال الإعلامي. طبعا هذه العلاقات الثلاثة تتربطهم الممارسة المهنية الحقة، الممارسة المهنية الشفافة، والممارسة المهنية اللي تحترم المبادئ ديال الممارسة المهنية. اليوم وحنا تنديروا جولات في المغرب كامل من أجل أن نفتح النقاش حول هذا الميثاق. تتحضرنا مجموعة من الإشكالات اللي مطروحة اليوم في الإعلام المغربي. الإشكال الأول مرتبط بمدى قدرة الزميل والزميلة الصحفية الممارسة على أن يتملك ثقافة حقوق الإنسان وأن يستحضرها في كتاباته أو لا في إنتاجاته، سواء كانت سمعية مرئية أو مكتوبة. نستحضر أيضا الكم الهائل والزخم الكبير اللي أصبحت تعرفه الصحافة الرقمية الإلكترونية، واللي لا ينظر إليها البعض بعين الرضا. والنقطة الثالثة هو أنه اليوم انتقلنا من صحفي مركزي
متواجد على صعيد مدينة الدار البيضاء والرباط، إلى صحفي محلي ولا صحفي جهوي. تتمشي من محامي الغزلان تلقى عندنا زملاء صحفيين، تمشي لفيكين كاين زملاء صحفيين، تتمشي لأبعد نقطة كاينة في مدينة في المغرب كاين زملاء صحفيين. يعني على الأقل في كل مدينة في كل إقليم في المغرب كامل إلا ما لقيتي زعما حتى شي عدد غتلقى واحد 12 زميل وزميلة يمارسوا مهنة الصحافة، إما بشكل رسمي كصحفيين مهنيين، إما مراسلين. وأنا عندما أتحدث على الصحفي لا أتحدث على المدون داخل مواقع التواصل الاجتماعي، أتحدث عن الصحفي الذي يشتغل إما في صحيفة ورقية ولا في صحيفة إلكترونية أو لا يشتغل مع إذاعة خاصة ولا كذا. بمعنى يعني هذا هو التعريف بالنسبة لي أنا الذي أتحدث عنه اليوم. وحنا تنشوفوا أنه كاين هذا الاتساع ديال الرقعة ديال التواجد الصحفيين والصحفيات في المغرب كامل، وانتقلنا من رقم 1200 صحفي إلى تقريبا ما يقارب 2800 ولا 2900 صحفي، ولكن الرقم ما عنديش صحيح، بمعنى أنه يعني العدد تضاعف بشكل كبير. انتقلنا من عدد صغير من الجرائد المكتوبة إلى أكثر من 600 جريدة اللي عندها الملائمة اليوم في المغرب واللي تشتغل عبر ربوع المملكة كاملة. انتقلنا من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية. كل هذه الانتقالات طبعا في الوسط منها كان واحد الطفرة في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بالآليات ديالها كاملة بالمواقعكم اللي تعرفوها، واحد الطفرة والرغبة في السبق على إنتاج الخبر وعلى توزيع الخبر وعلى تقاسم الخبر، واحد الطفرة في الناس العاشقين والمحبين والممتهنين لمهنة الإعلام، وواحد الطفرة ديال إعلام القرب اللي تنعتبره على أنه الصحافة المحلية هي صحافة القرب بامتياز، بمعنى هي التي ترصد المشاكل اللي كاينه مثلا في جديده، مثلا خدينا اقليم جديده في الشوكه، في المهرزه، في سيدي عبد الله، يعني في مولاي عبد الله، في حدوله فرج، في خميس ماشي خميس المهم خميس متوح، يعني المناطق كامله اللي عندكم هنا. ولا ذكرت وحده ولا نسيت وحده ما تاخذوهاش معني بسوء فهم، بمعنى انه هنا تكون صحافه القرب، يعني أن المواطن القاطن في هذا الإقليم عندما يبحث عن الخبر يبحث عنه ضمن المواقع الإلكترونية القريبة منه، لأنها تتم الأخبار اللي قريبة منه في منطقته. قلت بأنه ثلاثة الإشكاليات الأولى اللي كانت حاضرة عندنا باش يدار الميثاق الوطني للصحافة المغربية، الميثاق الوطني ميثاق الأخلاقيات المهنة اللي اشتغلنا عليه كنقابة وطنية للصحافة المغربية قبل ما يكون المجلس الوطني للصحافة. يعني الإشكالية الأولى هو احترام حقوق الإنسان، احترام حقوق النساء، احترام ثقافة النوع، وهذا الاحترام وهذا الشيء كله مرتبط بممارسة مهنية حقة، وماشي معني بها غير الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية، معني بها حتى السمع البصري، تلفزيون، إذاعات خاصة، قنوات خاصة. والإشكاليات الأخرى اللي مرتبطة هو هذا التطور اللي نعرفوا القطاع ديال الإعلام بشكل كبير. أنا غنطرح عليكم سؤال ونفكروا فيه كاملين بشكل واضح وصريح. هل تعتقدون على أنه المواقع الإلكترونية ولا الصحافة المحلية هي الأقل احتراما الأقل احتراما لأخلاقيات المهنة بالنظر إلى مطالعتكم للمواقع والجرائد المحلية والجهوية اللي كاينة في الإقليم ديالكم؟ وهل تعتقدون على أنه هذا الوصم اللي توصم به الصحافة الإلكترونية والرقمية الجديدة والمحلية بأنها صحافة لا تحترم أخلاقيات المهنة اللي متعارف عليها هي مجموعة من المبادئ اللي فيها تنحترموا فيها ثقافة حقوق الإنسان، ما تنديروش أخبار ومقالات حاطة من كرامة الإنسان، تعترفوا بها الحقوق الكاملة للنساء، يعني صحافة لا تحرض على العنف، صحافة لا تحرض لا تدعم مثلا المواقف العنيفة ولا الإرهاب ولا كذا، صحافة داعمة للتدير المهنية بشكل صريح، الخبر الرأي والرأي الآخر داخل نفس الخبر، الصحفي تكون محايد عند صياغته الخبر، الصحفي لا يمارس الابتزاز من خلال صياغة الخبر، بمعنى أنه هذا الميثاق كامل أخلاقية المهنة وأنتم مطلعين عليه. هل يمكن اعتبار أنه الصحافة الإلكترونية الرقمية والورقية المحلية هي المعنية أكثر
بتطبيق هذا الميثاق. حنا في الدراسات اللي درناها كنقابه وطنيه للصحافه المغربيه يعني تنقولوا بشكل يعني في الدراسه اللي كنا درناها خلصنا على انه ماشي غير الصحف الاقليميه يعني الجهويه والمحليه هي اللي معنيه بهذا الميثاق، ومن العيب ومن الحيف على ان نشير لها هي بالاصبع انها هي التي لا تحترم اخلاقيات المهنه. بالعكس، هناك مجموعه من المنابر الوطنيه اللي عندها انتشار واسع واللي عندها واحد العمل الاودينس كبيره لا تحترم نهائيا اخلاقيات مهنه الصحافه، ولا تحترم ايضا حتى الانسان المغربي اللي ينفرض منه انه عليه ينفرض انه يحتاج الى الاستفاده من اعلام يحترم ذكاءه، يقدم له الخبر، يوصل له المعلومه بكل حياديه وبكل تجرد وبكل واقعيه، بعيدا على كل ما يمكن ان يجعل من ذلك الخبر يوظف بطريقه لا تحترم الذكاء ديال الانسان المغربي. من بين الامور اللي وصلنا لها هو انه مثلا في مجموعه من الاذاعات الخاصه هناك مجموعه من البرامج اللي تدار واللي ما فيهاش احترام نهائي لاخلاقيات المهنه. مثلا برامج تتعلق بمعروقات واللي تتنشر يعني تدعم شويه الخرافه مقابل العلم، برامج اللي تيجي اللي تتحكوا لها الحادثه ديال راديو مارس. الله اكبر، الحديث ديال راديو مارس انتم تتذكروا اللي تدخلت فيه الهاكا واللي تيقول للمراه انت غير سيري جلسي جدك تفرجي في الكره وكذا، مثل هذاك الحديث غير فقط لانه ادى المغاربه تصنتوا له وتسقطوا في اللحظه ديالها، اما مثله راه يتكرر بشكل يومي وبشكل صباحي وبشكل مسائي داخل مجموعه من الاذاعات الخاصه وداخل مجموعه من البرامج التلفازه وكل. لاحظنا ايضا على انه الاكثر احتراما لاخلاقيات المهنه هي الصحافه المكتوبه الإلكترونية والورقية، في حين على أنه الكثير من الإنتاجات المسموعة والمرئية فيها تجاوزات كبيرة الميثاق ديال أخلاقيات المهنة، فيها تجاوزات كثيرة ثقافة حقوق الإنسان ديال الزواجية وعلينا احترامها، ثقافة التنوع اللي خصنا نحترموها، وثقافة ديال احترام حقوق النساء حتى هي اللي خصنا نحترموها. هادو ثلاثة لي نوع مع الأقل اللي اختاريت أنا نتكلم عليهم ونشتغل عليهم، بثلاثهم ما تيحترموش. ولكم نماذج ديال مجموعة من البرامج اللي تدار مثلا في مجموعة من الإذاعات الخاصة مساء، وندعو الإخوان والزملاء على أنهم يحاولوا يسمعوا لها وتلقاو بأنه ما تيتم خرق هذا الميثاق ديال أخلاقيات المهنة وخرق كل ما وتحريض على العنف والتحريض على الخرافة ونشر الخرافة ما تيكونش يعني غير المتلقي المستمع الذي يتصل او لا من يستفيد هو فقط الذي يساهم فيها، حتى الزميل والزميله الصحفيه اللي تتكون تتشرف على هذيك الماده الصحفيه. بمعنى انه اليوم من يتحدث على انه فقط المواقع الالكترونيه الجديده بالزخم ديالها الكبير هي التي لا تحترم اخلاقيات المهنه، فانا نقول له بانه راه يمكن رؤيته هي نابعه فقط من حرص هؤلاء على ان هذا القطاع يبقى قطاع في يد فقط قله قليله، وان لا يتوسع من اجل ان نجعل من الخبر قريبا من الانسان المغربي من المواطن المغربي اينما كان. لكن الذكاء والقدره ديال الانتشار ديال الاعلام ما يمكنش نحددوا، يعني يمكنش يعني واحد الفئه صغيره ان تحد منه. لذا لا تنقل على انه بالموازاه مع انه الصحفي ولا المواقع الالكترونيه عليها ان تحترم اخلاقيات المهنه، بالموازاه مع دي على من يعتقدون انفسهم هم المالكين وهم المسيطرين وهما الأحق على أنهم يمثلوا هذا القطاع وتشتغلوا فيه، عليهم أن يفسحوا المجال إلى صحافة القرب من أجل أن تشتغل وأن تتوسع وأن تنظم نفسها بالشكل اللي غيجعل المادة والإنتاج ديالها الخبري قريب من المواطن في المنطقة التي تشتغلوا فيها. اليوم وحنا ايضا تنشتغلوا على في اطار التوسعه ديال العمل ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، وتنشتغلوا في المجالات كثيره. غنعطيكم نموذج بسيط
ديال الجهات درعا تافلات مثلا، درعا تافلات. في جهه درعا تافلات ونحن نحاول ان ننظم انفسنا داخل هذه الجهه، ونحن نحاول ان نكون قريبين من صحفي هذه الجهه. درنا واحد الدراسه بسيطه وواحد الاستماره بسيطه تنجمعوا عدد الصحفيين وعدد المراسلين في هذه الجهه. لقينا انه كاين تقريبا اكثر من 50 مراسل وصحفي في ديك الجهه، منضمين وغير منضمين، يعني صراحه عندهم بطاقه الصحافه ولا ما عندهمش بطاقه الصحافه. وكاين اكثر من 12 موقع الكتروني تشتغل ما بين زاكوره وتنغير والراشديه. شنو في نظركم خصو يكون المصير ديال الذين يشتغلون في هذا القطاع في هذه الجهه؟ انا تحدثت عن جهات بعيده عليكم، ما بغيتش نعطي المثال بجديده لانكم جديده تعرفوه بشكل قريب، ولكن بغيت نتحدث على جهه بعيده. هل مصير هؤلاء هو اننا نحاربوهم، نقول لهم انتم لا تحترمون اخلاقيات المهنه، انتم لا تمارسون مهنه الصحافه بشكل جيد، انتم لا تمارسون مهنه الصحافه بشكل حق، انتم تسيئون الى الصحافه، ام علينا ان نشتغل معهم، اننا نحضنهم، اننا ننظمهم، اننا نمشيو عندهم ونشتغلوا معهم من اجل ان نؤهل هذا القطاع داخل في تلك الجهه بالشكل اللي غادي يجعل انه ماشي يحترم فقط ميثاق اخلاقيات المهنه، ولكن يحترم ميثاق اخلاقيات المهنه وكل القوانين المنظمه للصحافه والنشر. الاسلم هو ان نحضنهم ونشتغل معهم، علما على انه من بين احسن المواقع واحسن يعني لي سيبور اللي كاينه اعلاميا في تلك الجهه مثلا، كاينين 3 ولا 4 عندهم احترام تام لكل ما يمكن ان تنص عليه قوانين الصحافه والنشر وما هو مثبت في ميثاق الاخلاقيات المهنه، وحتى في الممارسه المهنيه الحقه ديال القرب والاستماع والاشتغال على قضايا المواطن ديال الجهه كاينه. ولكن عندما نعود الى المركز، والمركز هنا هو الرباط وكازا، تلقاو على انه تلك مثلا المواقع الالكترونيه وتلك الجرائد مليت هو حتى عندهم حتى اذاعات اهليه، اذاعات عبر الانترنت، لا يستفيدون من اي دعم ولا يستفيدون من اي تكوين ولا يستفيدون من اي احتضان، وبالتالي تبقى المركز بعيد بشكل كبير على انه يكون قريب من طبيعه القرب الذي تصنعه تلك المواقع ويصنع ذلك الاعلام في المناطق المحليه والجهويه. لهذا احنا في النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه عندما نشتغل ونتفاوض ونتحدث مع باقي الشركاء في هذا القطاع خاصه الناشرين، دائما عندنا واحد الجمله تنكررها، وانه لا يمكن ان نستمر في الحديث عن الصحافه الوطنيه وان نهمل او نتجاهل الصحافه المحليه والجهويه، ولا يمكن ان نستمر في الحديث عن الصحافي الذي ينتمي الى الجريده الوطنيه ودون ان نعير الاهتمام للصحفي الذي يشتغل محليا واقليميا وجهويا، ولا يمكن ان نستمر في التمييز ما بين هذا الصحفي تيشتغل وطنيا والصحفي تيشتغل جهويا واقليميا ومحليا في الاجور مثلا، في المكانه، في احقيته، فانه يستفيد ايضا من دورات تكوينيه ويعني ما يمكنش نديروا هذا التمييز. لهذا هنا فاتحين واحد الورش كبير من خلال تعريف ميثاق اخلاقيات المهنه، ميثاق الوطني لاخلاقيات المهنه، فاتحين ورش ديال القرب مع الصحفيين، يعني تنعتبروا على انه الضوء اللي تديروا الصحافه القرب اكبر، لان انتشارها واسع في الجهه اللي هي فيه وفي الجماعه اللي هي فيها وفي الاقليم اللي هي فيه. لانه الا مشيتي لمحامد الغزلان، نعطي مثال دائما لان ابعد نقطه تقريبا كاينه في الشرق في المغرب، الا عطيتي بها مثال تلقى بانه كل ساكنه تلك المنطقه ارتباطهم وثيق بالمواقع اللي كاينه في تلك الجهه، يعني يطالعون مثلا موقع بين قوسين زاكورا نيوز ولا الواحه طواما ولا بحال هكا، ما نحقاش بافتين تاني وضرعه تافلات، اكثر ما يمكن ان يطالعوا مثلا موقع ديال جريده وطنيه، وطبيعه الاخبار اللي كاينه في تلك الجرائد قريبه جدا من طبيعه التفكير الانسان اللي ساكن في محمد الغزلان، اللي ساكن في الزاكوره، واللي ساكن في تاكونيت، واللي ساكن في تمصلوح، يعني
كلهم قرابين لبعضياتهم، يعني طريقة التناول، طريقة كذا، حتى طريقة إنتاج الفيديوهات داخل تلك المواقع تختلف عن الطريقة اللي ممكن أنهم يسمعوها ولا يشوفوها في الإنتاجات اللي تتكون على الصعيد الوطني، وهما بعيدين على مشاكل المركز وعلى تدخلات المركز. يعني حتى باش يتناولوا يعني الأحداث السياسية تتناولوها انطلاقا من الفعاليات السياسية اللي كاينة في المنطقة. عندما يتناولون الجانب الاقتصادي تتناولوه من الفعاليات الاقتصادية اللي كاينة في المنطقة. عندما يتناولون الشأن المحلي تتناولوه انطلاقا من معرفتهم وقربهم من الجماعات اللي كاينة في المنطقة، من اشتغال المجلس الإقليمي، من اشتغال المجلس الجهوي، بمعنى أنهم تيديروا الخبر، تيديروا التتبع، تيديروا الرصد، وتساهموا أيضا في تنمية الجهة. لأن تنقل الخبر أنه مثلا هذا الطريق، هذا المسلك من هذه المنطقة لهذه المنطقة ما بقاش، ما مصيبش، هذا راه تيكون فيه تتكون إيصال المعلومة، إيصال الخبر، وتكون فيه حتى التأثير على الجهات المحلية من أجل أن تقوم بما يجب تجاه الساكنة التي تستفيد من ذلك المسلك. إذا اليوم النقاش الوطني فين خصو يتفتح؟ خصو يتفتح في الاتجاه ديال دعم الصحافة المحلية والجهوية والإقليمية. خصو يتفتح في اتجاه ديال أن نجعلوا من هذه الصحافة ماشي عدو، بالعكس نجعلوا منها آلية ودعامة لتطوير قطاع الإعلام في المغرب، وهي اللي تتساهم أيضا في تحسين مؤشرات الممارسة الصحفية داخل بلادنا. بمعنى أنه تنضمن بها حرية التعبير، تنضمن بها صناعة رأي عام محلي وجهوي، تنضمن بها وصول الخبر، وتنضمن بها ممارسة إعلامية محلية وجهوية رائدة. اليوم أيضا قبل ما يدار القوانين المنظمة للصحافة والنشر، كان نقاش كبير في بلادنا، هذا موقع ملائم، هذا غير ملائم، هذا عنده لاكارت، هذا ما عندوش لاكارت، هذا خصو يبقى، هذا خصو يمشي. المهم هادشي عشتوه كاملين بدون استثناء، عشتوا هذاك الضغط ديال قوانين الصحافة والنشر. شنو المشكل اللي كان واللي مازال كاين مطروح؟ هو أنه لم تكن هناك مواكبة للتطور والزخم اللي تعرفوا الإعلام المحلي والجهوي والإقليمي، والقائمين على هذا الشأن لم يستوعبوا إلا بعد صدور القانون على أنه راه كاين واقع آخر، خريطة إعلام في المغرب كامل مختلفة، وأنه راه عندنا صحافة محلية، صحافة إقليمية، وصحافة جهوية ما يمكن لك تجي تطويها بجرة قلم، أو لأنك تجي تقول لها لا راه خصني نطبق عليك القانون، انت راكي ما مقداش قانونيا وكذا. القانون يطبق صحيح، ما خصوش يطبق طبعا، ولكن هذا القانون خصو يراعي أنه راه كاين 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات ديال الممارسة المهنية على الأقل قبل صدور القوانين المنظمة للصحافة والنشر. خلاصة ما هي؟ الخلاصة بالنسبة لي هي كالتالي، واللي خصنا نشتغلوا عليها وغادي نشتغلوا عليها كاملين مستقبلا في المحطات القادمة، لأن خصنا، أنا تعتقد أنه غادي تجي فرص أننا نتلاقاو بشكل كبير. اليوم هذه الفرصة تحال لنا نادي المراسلين الصحفيين بدائرة بأزمور والدائرة. يمكن غدا النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة ديال جداسطات غادي تاخذ مبادرة وغادي عندكم بشكل مباشر، وغادي نشتغلوا مع بعضياتنا بشكل مباشر، لأنه تنظن أنه محتاجين احنا لهذا الاشتغال فاس مع بعضياتنا. شنو هي اليوم الخلاصة؟ شنو هي؟ كيف ما قلت لكم، الخلاصة الأولى بالنسبة لنا كنقابة هو أنه يستحيل على أن نتحدث عن إعلام قريب من المغاربة دون أن نؤهل الصحافة الجهوية والإقليمية والمحلية. من غير وهذا التأهيل لا يمكن أن يمر إلا عبر تأهيل العنصر البشري الذي يشتغل داخل هذا القطاع. هذا العنصر البشري فيه جوج لي كاتيجوري بالنسبه لنا، جوج الفئات. الفئه الاولى هي الفئه ديال الصحفي المهني الذي يشتغل 100% في مهنه الصحافه، والفئه الثانيه واللي رفعات على كتافها لسنين الاعلام الوطني هي فئه المراسلين الصحفيين. ما يمكن لناش نهملوها او لا نقولوا لها صافي راه الدور ديالك سالا، راه اليوم اصبح عندنا صحفي محلي هو
اللي غادي ياخذ الرياده، لان المراسلين الصحفيين اشتغلوا بشكل كبير وحملوا على عاتقهم هذا يعني الثقل ديال الاعلام منذ سنين في الجرائد الوطنيه كامله وحتى في الاذاعات الوطنيه وكذا. يعني المراسل الصحفي ضروري وخصو دوره في هذا المجال وخصنا نشتغلوا عليه. اليوم مثلا نعطيك علاش انا نتحدث على المراسل الصحفي، غير في هذه الايام كثير من المراسلين الصحفيين تيتصلوا تيقول لك انا كيفاش غادي نقدر ناخذ بطاقه الصحافه، انا راني اشتغلت مع مثلا اشتغلت في انوان 5 سنين، ومن بعد مشيت لجريده الاتحاد الشراكي 7 سنين وهذا، وانا دابا على الاقل عندي 20 عام ديال الممارسه الصحفيه، وراني درت واحد الموقع الكتروني، وراني كنت في التعليم وخرجت الغوطريت، وانا دابا عندي 60 عام وانا بغيت خصني بطاقه الصحافه باش نستمر. هذا الشيء خصنا نستمعوا ليه، ما يمكنش نتعاملوا معاه بتجاهل ونحطوا الناس ونقولوا لهم اللي يرفعوا ليك اللي ساهموا في صناعه الاعلام الوطني واللي ساهموا في الاعلام القرب انذاك من خلال حملهم لصفات المراسل، ونقولوا لهم اليوم لا سمحوا لنا راه ما يمكن لناش نلقاو لكم حلول للمشاكل لهذه الوضعيه ديالكم. لان يعني حتى هذه الفئه ديال المراسلين لا واجب علينا ان ننتبه اليها وان نطور الاليات القانونيه والتنظيميه اللي ممكن على انها تسمح لهذ المراسلين الصحفيين يستمروا في نفس العمل ديالهم ما دامت على انه ماشي الاجر الاساسي ديالهم خارج من التعليم، انهم تمارسوا هذه المهنه فقط بشكل ثانوي. خذ النقطه الثالثه اللي تنعتقدوا انه خصنا ايضا نشتغلوا عليها جميع وخاص يتفتح فيها نقاش وطني طبعا مع الشركاء كاملين كاينين في هذا القطاع، هي النقطه ديال الدعم الموجه لهذا الاعلام وكيفاش يمكن نجعلوا منه ماشي غير اعلام يحترم اخلاقيات المهنه. وانا اعتقد على انكم تحترمون اخلاقيات المهنه بشكل كبير، لانه اذا ما قارنا بما لانه على الاقل في المواقع الالكترونيه المحليه والاقليميه والجهويه ما عندناش ياخشي تراتبيه داخل هيئه التحرير. مثلا انت شي جريده كبيره تلقى فيها الصحفيين رؤساء الاقسام، سكرتير التحرير، رئيس التحرير يعني الغلط الصحفي، تيمشي رئيس القسم تيصحح، تيمشي سكرتير التحرير تصحح، تمشي رئيس التحرير تصحح. يعني كاين واحد التراتبيه، ورغم ذلك تجد بعض لا احترام لاخلاقيات المهنه، سواء في الجرائد سواء في الاذاعه بعض الاذاعات الخاصه سواء حتى في الاذاعه الوطنيه وانت غادي يعني كاين هذا الكل. ولكن جريده صغيره فيها 3 الناس تيشتغلوا فيها ولا 4 الناس تيشتغلوا فيها، تيديروا مضمون ومجهود باش هذا المضمون المحلي يوصل للمواطن المحلي. راه شنو يعني ما كايناش تجاوزات كثيره وكبيره. علاش؟ لانهم ما عندهمش هذا اللي يخشي في مراقبه صناعه الخبر، في مراقبه انتاج الخبر، وما عندهمش الامكانيات الكبيره ديال التحقق من الخبر، وما عندهمش الامكانيات كبيره ديال انه الخبر مثلا تدوز بسرعه بكذا. ولكن ملي تجي مثلا الماده الخبريه في موقع محترم مثلا يكون مرتب في مواقع في العشرة الاولين في المغرب وتلقى مثلا تيتحدث على النساء تيقول لك مثلا امل صقر الممثله المثيره للجدل صاحبه مثلا القوام كذا 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 مثلا تبقى يوصف لها في الجسد ديالها، هذيك راه مس باخلاقيات المهنه. او لا مثلا تيجي تقول لك تم القاء القبض على احمد فلان الفلاني المعروف مثلا بشي وصف اللي باه كان كذا وامه كانت كذا. هذه حتى هي لانه الاصل هو انني ما نذكرش كاع السميه، ندير غير الحرف الاولاني، ما تنذكرش اسم المتهم نهائيا، وما عنديش نشير لاسرته ولا لعائلته ولا شكون هو ولا من هو، لانه انطلاقا من الثقافه اللي تربينا عليها ماشي يعني. وهذا الشيء تلقاوه في الجرائد الكبرى وتلقاوه في الاذاعات الخاصه هذا، وتلقاوه في كل سيبور. يمكن تلقاوه في الاذاعات كاينين في المواقع الالكترونيه الصغيره المحليه وهذا، ولكن هذه المواقع اغلبيه اللي تيشتغلوا فيها مازال ما خضعوش للتكوينات، واغلبيه اللي تيشتغلوا فيها هم دابا يتلمسون الخطوات نحو الممارسه الصحفيه الحقه، بمعنى انه ثقل الاخطاء التي ترتكبها لا يساوي شيء اما ثقل الاخطاء التي ترتكب في المؤسسات المنظمه بشكل كبير. لهذا انا قلنا 3 النقاط الاساسيه والمهمه هي التي ستضمن احترام ميثاق اخلاقيات المهنه بشكل واضح وصريح. لا حديث عن هذا الميثاق الا بان يكون
ملازما لتأهيل حقيقي للمقاولة الصحفية المحلية والإقليمية والجهوية، وتأهيل حقيقي للصحفي والصحفية والتقني والتقني باش يشتغلوا في الجرائد المحلية والإقليمية والجهوية. وهذا الشيء خصنا نشتغلوا عليه كاملين. أنا تكون المبادرات ديال التنظيم تتعاون على أنه تنظموا راسنا، ولكن عندكم قوة كبيرة هي أنكم رواد صحافة القرب. إذا كانت جريدة وطنية تتصنع 2 الأخبار في الأسبوع ولا 3 على إقليم الجديدة، فكل الجرائد المتواجدة في هذا الإقليم يمكن شحال تصنع لنا السي أحمد من خبر على إقليم الجديدة؟ في 140 ولا 120. يعني عدد كبير، يعني عدد كبير. وهنا غادي نحي لكم على واحد المثال، والسي أحمد غادي يعرفوه لأنه تو تيشتغل وكاع اللي تيشتغلوا في الجرائد الوطنية غادي يعرفوه. مثلا مدينة الدار البيضاء تتعقلوا كانوا صفحات خاصة ديال الدار البيضاء في كاع الجرائد الوطنية سواء الفرنسية ولا العربية. اللي متبع فيكم اليوم الجرائد يقول لنا واش كاينه شي صفحة ديال الدار البيضاء في شي جريدة دابا اختفت، علما لأنه في مدينة الدار البيضاء كاين كل الجرائد الوطنية وكل المؤسسات الإعلامية الوطنية كاينين في الدار البيضاء، وعلما على أنه كاينين العشرات من المواقع المحلية التي تشتغل في الدار البيضاء. إذا أخبار الدار البيضاء ما بقاتش في الجرائد الوطنية، لا ماشي استهلكات، أخبار ديال مدينة الدار البيضاء تحملوها حتى الجرائد الإلكترونية والمحلية، ولكن الجرائد الوطنية اللي ما تهتمش بالقرب اللي القراء ديالها فين غيمشيو؟ استسلمت للمواقع الإلكترونية، أو لا أنهم اختاروا على أنهم ما يبقاوش يمارسوا صحافة القرب ويبتعدوا عليها. لأنه قبل كانت تكون صحافة الدار البيضاء، جريدة الدار البيضاء، صفحة الدار البيضاء ولا صفحة ديال الرباط، كانوا تيتناوبوا بعض اختارت بعض، ولكن الجرائد استسلمت وما بقاش تمشي. وكل المراسلين اللي كانوا مثلا في جهة الدار البيضاء كلهم أصبحت عندهم مواقع ديالهم وتشتغلوا انطلاقا من المواقع ديالهم. وهذا شنو تعني على أنه أخبار الجهات وأخبار الجماعات وأخبار الأقاليم أصبحت هي الرمز ديال الصحافة الإلكترونية والرقمية اللي تشتغل على المستوى المحلي. أنا ما تكلمتش على أخلاقية المهنة بشكل واسع، ولكن اختاريت أنني نناقش معكم كل هذه النقاط ونفتحوا المجال للحضور باش يمكن لنا نتفاعلوا في هذه النقاط كاملين اللي ناقشنا فيها. شكرا. احترمت الوقت اللي قلنا بدقة. أنا تطلب من الإخوان ومن الزملاء إذا كاين شي نقاش، وتطلب من كل أخ هذه مناسبة ما نقدموش شخصيا يقدم راسو بشكل قوي، لأن أنا اليوم تنطلب من الأخت حنان كما قالت في الكلمة ديالها نعتبروا دي محطة أولى باش الجديدة إقليم جديدة يكون له موقع داخل الصحافة الوطنية. تفضل أحمد الراشد. في نادي المراسلين بمدينة الأزمور والدائرة، وتحية الأخت حنان التي نعتز بها كأخت وكصحفية اشتغلنا معها في عدة منابر. أحمد الرشاد مراسل صحفي يعني بداية من الثمانينات في الاتحاد الاشتراكي مرورا بالأحداث المغربية والآن الصباح، وعندي تجربة كذلك في الإعلام الجهوي من خلال إصدار جريدة جهوية وبموقعها. على أي أن الأخت رحاب يعني تحدثت بشكل موسع على جميع المشاكل التي كنا نود طرحها والتي نعاني منها، وأتت عليها بتفصيل. أنا عندي غير بعض النقاط كدعم النقاش. أولها هي هذا القانون الذي صدر مؤخرا. نعلم أن مجموعة من الجرائد الجهوية هي صادرة قبل هذا التاريخ، وبالتالي في نظري، ونتمنى الأخت أنها تصحح لي، أن هذه الجرائد التي صدرت قبل صدور القانون في نظري هي لا يلزم هذا القانون
لماذا؟ لأنها هي صادرة قبله، وبالتالي لا يمكن التطبيق عليها كما نقول بأثار رجعي، علما أن المشتغلين في هذه الجرائد هم يطبقون القانون، والقانون هو ساري على كل مشتغلين بالمجال الصحفي. فإذا ما أخل ببند من البنود فإنه سيكون تحت طائلة القانون، والقانون معروف مجموعة من يعني النصوص هي راها واضحة في هذا الباب، بمعنى أنه هو راه يطبق القانون قبل ما يصدر هذا القانون. كاينه مسألة اللي طرقت لها الأخت، وهي أنه الجرائد الإلكترونية هي يعني لا ترتكب أو ترتكب بعض الأخطاء ولا بعض النوع ديال المساس بالقانون بالميثاق ديال الصحافة، ولكن بشكل أقل. شيء طبيعي جدا، لأنه أغلب المشتغلين هم يتلمسون كما قلت الأخت طرق، يتلمسون أولى خطواتهم في هذا المجال، وبالتالي شيء طبيعي أن المبتدئ له زلاته وله أخطاؤه، وهذا شيء طبيعي. ومن هنا ننتقب أن الأخت يعني بين قوسين تعهدت بأنها داخل النقابة الوطنية ستعمل على تكوين هذه الفئة. سنعمل يعني أنا قلت بين قوسين يعني باش ما تخافش كاع أنه راه وعد مثلا. إذا نتمنى أن النقابة الوطنية بالفعل أنها تنفتح على هذا، بحكم أننا ننتمي ترابيا لجهة الدار البيضاء الجديدة سطات، نتمنى أن تنفتح على هذه الجهة، وكذلك على المراسلين والصحفيين والعاملين بقطاع الصحافة وخاصة الإلكترونية والورقية الجهوية. وشكرا الأخت حنان على هذه البادرة وهذا التأطير، وأشكر نادي المراسلين بأزمور لأن أخذ البادرة، ونتمنى أن نوادي أخرى وجمعيات أخرى تمشي تحدو حدوها. الأخت حنان نتمنى تكوني خيط وصل أو صلة ما بين الإعلاميين إقليم دكالة الجديدة وما بين النقابة الوطنية. الدغمي محمد، أنا جاك الدغمي محمد مدير موقع دكالة ميديا 24، مراسل صحفي لعدة منابر إعلامية ورقية من 1992، وعندي أرشيف به عشرات المئات من القصاصات ما زلت أحتفظ بها إلى الآن. وما نمشيش من هنا قبل ما ندير واحد الانتباه، لأن كانت النقابة أو قيل بأن غادي اللي ما عندوش مقاولة وما عندوش البطاقة الوطنية سيعتمدون على الخبرة، ولكن لا شيء حدث ولا شيء وقع. الخبرة على أي نشكرك. وما نعانيه نحن الآن، أنا كرجل تعليم قضيت في قطاع التعليم 32 سنة، وكنت كنراسل ملي كنت يلاه تقريبا خدام 16 عام ولا 14 عام في التعليم. على أي على أن كما قال الزميل سي أحمد أثار رجعي ما خصناش نرجعوا ليه، لأن الدار إلا بنيتيها ما يمكنش تريبها باش تبني بريمي ايطاج. عندك بريمي ايطاج أو ريد شوسي دير بريمي ايطاج، لأنه القانون جاء من بعد ما أسسنا المواقع الإلكترونية ديالنا، وحنا أنا كنشتغل فيها تقريبا هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين، ما يمكنش نخضع للقانون. البطاقة المهنية الآن داروا لها واحد الشروط تعزية كل سنة كتجيك بمستجدات. كاين بعض الشروط اللي كيطلبوها. أنا خديت البكالوريا في 80 وديت الدوك ديالي في 82 فاس كلية الحقوق، إذا ملي غنجيب الإجازة ما يمكنش ليا. وديك الساعة كان الدوك في 82 يحسب له الحساب، ماشي بحال الآن. ونحترموا الطلبة ديال هذا الوقت هذا، يعني الظروف تطورات وكل شيء تطور. إذا هذه من بين الشروط التعجيزية. الشرط الآخر التعجيزي هو أنك دير شركة، وما يقال أن الشركة إلا بغيت تأسسها باش دير مقاولة صحفية خصها تكون عندك الإجازة. والصحيح ولا كذب ما عرفتش، انا بغيت نتاكد من عند الاخت حنان ومن عند بعض الزملاء اللي يدلونا على هذه، لان اسسنا شركه باش نديروا مقاوله صحفيه. الشروط التعزيزيه الاخرى هو انه كيطلبوا منا واحد التوظيف ديال واحد اطار او اطارين باش نخلصوا، وانا ما كندخلش الفلوس، كندخلش باش غادي نخلصوا، باش غنأدي له. كيشرط عليا المبلغ باش نخلصوا بكذا وكذا. هذا السيد بغى يخدم معايا فابور، غيدير لي تيزون يخدم معايا فابور، هو عنده موارد اخرى، بغى غير يطور المؤهلات ديالو الفكريه والادبيه والتقنيه وبغى يخدم معايا فابور. ما تشرطش عليا باش نخلصوا بكذا وكذا. حنا عرفنا كاين، وكاين بعض التدوينات ربما انت تعرفي من غادي نشير ديال واحد السيد سميتو حسن المنوع، ربما حسن المولوع، كيدير شي تدوينات اللي كتمس في العمق الهدف ديال النقابه.
كيعطي ارقام بالملايين اللي كياخذوها، بالملايين. بلاتي انا نقول لك حسن الموضوع، كيذكر الاشخاص، كيقول لك هذا كياخذ 400 مليون، هذا كياخذ 500 مليون. المهم لا ما انت مشيتي واخا صافي، كان يذكر الاسماء. اذا هذا بحال اللي دار ثوره داخليه باش كيوعينا حنا باش ما نخضعوش لهذا النظام اللي كيقول انا هذا دا 400 مليون، هذا دا 500 مليون، هذا دا 600 مليون. كيقول انا مالي غندير مقاوله، علاش غندير نخضع للقانون باش ندعم واحد السيد. واتمنى ان يكون صوتي في اذن الاستاذه رحاب، وان يصل الى من يساهمون في تعقيد مساطر الحصول على البطاقه المهنيه. حمزه الرويجع، صحفي مهني، مدير نشر موقع الجديده ماغازين. أنا صراحة سعيد بتواجد الأستاذة حنان رحاب، وهذا شرف كبير لإقليم دكارة الجديدة عموما. الحضور ديالكم اليوم هذا كيدل على التواصل القرب مع الزملاء الصحفيين. أنا دائما كنا حنا مع التنظيم الذاتي للمهنة، أن يكون واحد المجلس وطني مستقل تماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية وكذلك التجارب الدولية. إلا أن هناك مجموعة الملاحظات على المستوى أو الوثيقة اللي صدرت الميثاق الأخلاقيات، أنه غابت نوعا ما الديمقراطية التشاركية في إنجاز هذا الميثاق، لا سيما مع الصحفيين المهنيين. بين عشية وضحاها تم إصدار هذا الميثاق، رغم أن المجلس الوطني فتح واحد البريد إلكتروني لتلقي المقترحات، وهذيك كان ينتظر أن تكون لقاءات تشاورية على مستوى الجهات، وكذلك في إطار جهوي موسع مع كافة الزملاء الصحفيين قبل الصدور. على العموم، الملاحظة الثانية وهو ما أتى به هذا الميثاق كوثيقة صدرت بالجريدة الرسمية. نجد مختلف البنود دائما تقيد الصحفي، لا يقبل، لا يمنع، يجب كذا وكذا، ولا نجد فقط إلا الفقرة الأخيرة الحماية تتعلق بالتعاقد. حتى على المستوى المادي للصحفي نجد الفصل الأخير هو الذي يتكلم عن أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة مع المشغلين. وبالتالي كأننا نحن كصحفيين مهنيين قبل أن نكون مدراء للنشر ننتمي لفئة الناشرين، نجد أننا مطالبين بمجموعة من الواجبات قبل الحقوق. أيضا ما يتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان هما يظلون دائما وجهان لعملة واحدة. هذه 3 أيام العالم كله أحيا الذكرى اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، يوم حقوق الإنسان يوم 10 دجنبير، والبند 19 في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948 أعطى الحرية للصحافة وكذلك للجميع، لدرجة أن المؤسسات أو الدول المتقدمة ليس هنالك ما يسمى بمدونة الصحافة أو النشر أو ما يؤطر الصحافة داخل تلك البلدان. كل مواطن له الحق أن يعبر عن رأيه بأي طريقة، بإصدار جريدة أو بإصدار، ما عدا أن يحترم بطبيعة الحال الأخلاقيات المهنية. وهذا ما أتى به حتى دستور المملكة المغربية ل 2011 عبر الفصل 28. لا أطيل كثيرا وأركز على مسألة الدعم العمومي. اليوم كيف يمكن لهذا الصحافي المهني أن يحترم أخلاقيات المهنة في ظل غياب دعم عمومي وهو محتكر لدى 10 أفراد، أو كما قال والسيد دغميرة قد أشار إلى ذلك، ولن ما نحكش على الجرح كما يقال، ولكن الأصل لكي نعطي مقترحات عملية مهمة بزاف، وهو يجب دعم المشاريع الإعلامية، يجب دعم التحقيقات الصحفية لفائدة الصحفي. نجد اليوم مجموعة من الإعلانات لمنظمات دولية تدعم التحقيقات الصحفية في مجال حقوق الإنسان والبيئة وإلى ما غير ذلك. أعتقد أننا اليوم الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها، فرضت ذاتها، لم نعد نتكلم عن الصحافة الورقية رغم الإرث والتراث التي تركته بأقلام حرة وطنية لها الشيء الكثير. أعتقد كذلك أخت رحاب أن مدونة الصحافة والنشر بحاجة إلى إعادة القراءة، لا سيما بعد أزيد من 3 سنوات من دخولها حيث التطبيق، كون أنها رهنت قطاع الصحافة والنشر في يد مشكرة بهذا التعبير الدارجي العامي أكثر من أن تكون سبيلا لإعلاء الديمقراطية وكذلك الأصوات الحرة وفضاء يظهر من خلاله النخب قادرة على تسيير البلاد. والشاهد هنا أن مجموعة من الوزراء كانت انطلاقتهم من ميدان الصحافة والإعلام. وشكرا. بالنسبة لتقديم أنه في هذه السنة بالضبط
غادي نكمل 41 سنة في الميدان مع جريدة المحرر في البداية اللي هي تحول اتحاد اشتراكي، مع الميثاق الوطني، مع الصباح منذ التأسيس إلى الآن. وكنفتح قوس، ماشي الصحافة الوطنية أستاذة رحاب هي اللي يمكن تضمن الحياة، شرايين الحياة تستمد منها الصحافة الجهوية والمحلية وجودها من الصحافة الوطنية. أنا كنعكس الآية، كنقول الصحافة الوطنية هي اللي يمكن تعيش. وأنا كنعطي مثال، عندنا أكبر رئيس تحرير هو السوداني طلحة جبريل، خدا تحرير ديال جريدة صباح في 2000 مع البداية ديالها، اجتهد بجميع الوسائل، تجربته في الشرق الأوسط في واحد المجموعة ديال كبريات صحف، وفي المكتب ديالو علن الفشل، وعطاتو الصباح مهلة ديال شهر، يا إما يطور المبيعات يا إما يستقل من جريدة صباح. كان مشروع بداية ديالو في 2000. كيجي حدث من جديدة اللي هو سفاح جديدة، وكيرفع المبيعات ديال الصباح في ظرف شهر من 1400 نسخة على الصعيد الوطني إلى 14000. وهادشي راه مدونو طلحة جبريل في الكتاب ديالو اللي صدرو صحافة تأكل أبنائها. دون بأن يمكن للمراسل الجهوي أن يعطي شحنة ديال استمرارية للفعل أو الصحافة أو الجريدة الوطنية ككل. أنا السؤال اللي بغيت نوجهه للأخت رحاب هو الوقت اللي المغرب منخرط اليوم في لا مركزية ولا تمركز، كنشوف نقابة وطنية، اتحاد وطني، جمعية وطنية، بمعنى نحتمي بالوطن، أي أننا كنبقاو متمسكين بالمركز في الوقت اللي خاصنا نفتحوا على الأقاليم والجهات. إذا أنا السؤال ديالي الأخت رحاب، شنو المشروع ديالكم في النقابة الوطنية باش تسايروا هذا الرهان الوطني ديال لا مركزية ولا تمركز؟ وشكرا. الزملاء اللي حاضرين معنا من كل المواقع اللي كاينه هنا، وتنعتبر بانه كل من هم هنا هذه واحد الارضيه اوليه للتواصل مع بعضياتنا. انا سعيده بطبيعه التدخلات، بطبيعه الحضور، واختلاف المنابر اللي كاينه في هذا الاقليم، بما انه بحال ولات عندنا واحد قاعده معلوماتيه، بيانات معلوماتيه على الجرائد وعلى الشباب والاخوان واللي خدامين في الاقليم ديال جديده. بالنسبه للسي احمد الدراشد، انا متفقه، انا ايضا من الناس اللي تيقولوا هذا رايي الشخصي. انا تنقول على انه ما يمكنليش مدينه مثلا بحال مراكش، ما نهضرش انا على دائما تنعطي مثال بلاصه اخرى باش حتى واحد يتخاصم ليا، ما تخاصموش معايا، ما يقولش عطيتي ليا بيدو ما عطيتيش ليا بيدو. عندي مثلا واحد الجريده سميتها، نديروا الاسم ديالها اخبار مراكش، تتصدر منذ 2002، تصدر تخرج ملتزمه الصدور، تخرج شهريا ولا اسبوعيا. يجي القانون تيقول لها ستوب، ما يمكنلكش تستمري، راكي ما عندكش الملائمه، ولكن عندك تصريح ديال وكيل الملك، وعندك 12 عدد ولا 52 عدد سنويا، 12 عدد اذا كانت شهريه، 52 عدد الا كانت سنويه تنحيدوا منها 4 ديال خصنا نحيدوا منها 4 ديال شهر اوت. نقول لك لا، ما غاديش تخدمي، خصك توقفي، لانه ما عندكش القانون، لا لانك ما تحترماش القانون. واخا الجريده ديرها حمزه تيشتغل فيها، تيخدم، ما عندوش سوابق عدليه، ما دارش اختلالات في هذيك 10 سنين، ما دار اخطاء يمكن تحكم عليه المحكمه مثلا في اطار التشهير ولا السب والقذف، وهذا الشيء عادي تيذكر بالصحافه. ولكن كيفاش غنمشي نقولوا اليوم السب؟ ما يمكنش. هنا كاين تصاريح تعديليه، لانه الاصل هو لا رجعيه في القوانين. انا هذا تنقول، هذا هو رايي، وتنقول انا ما يمكنش انه
جريدة ساهمت وتساهم في صناعة الرأي العام المحلي. أكثر من ذلك ما غاداش واحد الاتجاه ملحقها، ما عندهاش شي رأي مخالف أولا مدمر ولا عدمي أولا عدمي أولا رأي سوداوي. جريدة خدامة فلانة، تدير الخبر المحلي، تدير الخبر الوطني، تدير الروبورتاجات، تدير الاستطلاعات، تدير التحقيقات وكل شيء. غنجي نقول لها لا اسمحي لي راه خصك توقفي لأنه ما عندكش القانون. أنا أعتقد خاص حل هذا الأمر. وجرائد كبرى راه دارت تصريح تعديلي الإخوان، الناس داروا تصريحات تعديلية. أنا ما عنديش كيفاش نشرحه لك، ولكن تنوعدك على أنه غادي نجمع لك عليه المعلومات كاملة. غنعطيك لي مايل. لا غتصل بيا، أنا أعطيك الرقم ديالي وتصل بيا وغادي نقول لك شنو هو التصريح التعديلي. الناس دارت التصريحات التعديلية باش يمكن ليها تتلائم نفسها مع هذا القانون. هذه الأولى. ثاني حاجة، الجرائد اللي تحدثات منذ 2016 الآن خصها تحترم القانون ولا لا؟ خصها تكون وفق القانون الجديد، ولكن اللي كانت سابقا للنشر خصنا نلقاو لها حل. والحل كاين هو هذا التصريح التعديلي اللي كاين. سألت مثلا سي حماد يقول لك تكوين هذه الفئة، طبعا خصها تكون. ما يمكنناش نستمروا في الحديث على مركزات العمل الصحفي في الرباط وكازا ومثلا المدن الكبرى طنجة ولا مراكش مدن الكبرى وكذا، وحنا لا ننتبه للزميل الصحفي اللي تيشتغل في الأقاليم وفي ما هو محلي. ما يمكنش. وحتى عندما يخطئ هذا الزميل الصحفي ما خصناش نلوموه لأنه لم يخضع لأي تكوين. اللهم التكوين ديالو الشخصي هو الذاتي هو. التكوين أستاذ. تكوين. المراسل عنده شي تكوين. المراسل اللي كيراسل واحد الجريدة وطنية من فاس ولا من أكادير ولا من عنده شي تكوين. قرب شي بلاصة. دابا أستاذ شنو الاسم الكريم؟ الله يحفظك. سي عبد الله. أنا قبيلة قلت لكم جوج فئات بالنسبة لي تيشتغلوا في هذا القطاع. باش نسمعوا بعضياتنا مزيان سي عبد الله. قلت عندنا فئة الصحفيين ياك اللي محليين اقليميين اللي بداو دابا عندهم الحرفه ديالهم هي الصحافه. وكاينه فئه ثانيه هي فئه المراسلين الصحفيين واللي هما حاضرين معنا الان كاملين. وهما اللي كيعمروا الجريده الوطنيه. وخليني نكمل لك الاستاذ. خليني نكمل. انا لا اتهم اي حد بعدم التكوين، ولكن مثلا انا درت ميثاق وطني اخلاقيه المهنه. اسمح لي نعطي دائما بيدي كلمه على حمزه ميثاق قاد عليك. انت درت انا ميثاق الوطني الاخلاقيه المهنه ياك، ومشيت عند الجريده اكس مارك نيت ديال الاستاذ ولقيت بان فيها عدم احترام هذا الميثاق. واش غادي نلوم حمزه لانه ما احترمش هذا الميثاق، او لا غادي نلوم الناس اللي مؤطره لهذا القطاع كامل اللي ما قدراتش تجيب حمزه وغير حمزه ونديروا لهم دورات تكوينيه ونشرحوا لهم شنو هو الميثاق الوطني اخلاقيه المهنه وكيفاش خص ينتج الماده الخبريه. هذا هو التكوين. مراسل الصحفي عندما كان يكتب ومازال تيكتب في الجرائد راه بغيتي صيفط الماده الصحفيه ديالو الجريده الوطنيه، وانا تحدثت تحت رقابه القدماء والاساتذه ديالنا اللي قبل مني تيمارسوا مهنه الصحافه بسنين طوال، راه الماده الصحفيه ديالو تتم اعاده مراجعتها في المركز من طرف رئيس القسم. ياك سيدو راشد درناها بزعما تعينا في الاحداث المغربيه. رئيس القسم من طرف الصحافي ورئيس القسم سكرتير التحرير ورئيس التحرير العام باش تنشر، بمعنى تتعاود تعجن الماده باللغه ديال الصحفيين والصحفيات وبعد تتعاود تعجن. ماشي كيف ما صيفطها المراسل الصحفي تتكون، وماشي كيفاش حتى حنا الصحفيين المركز اللي تنكونوا مثلا في كازا ولا في الرباط راه معنا زميل ديالنا راه مشكح، وراه معنا زميل ديالنا رشيد قابو في الاحداث المغربيه وسي مشكح مثلا ياك الصحفيين المركزيين في جريده المساء، هو راه الا كتب خبر راه تيدوز عبر لياغشي وشهادتهم راه يمكن يعطوها لكم. راه ماشي اي واحد يكتب شي حاجه تتنشر كيف ما هي، اما تتكون مراجعه لغويه، تتكون مراجعه يعني على المعلومه، احترام الهرم المقلوب في صياغه الخبر، احترام الراي الاخر اذا كانت فيها خبر تلتزم يلزم ذلك، احترام هذا الشيء ديال اخلاقيات المهنه الان اللي كاين، بمعنى انه هادشي كاين، واحترام الخط التحريري ديال ديك الجريده، هادشي هو اللي كاين، بمعنى ان التكوين خصو يكون. ما يمكنش، ودائما حنا الانسان في حاجه الى تكوين. راه الطبيب ملي تياخذ ديبلوم ديالو راه ماشي تياخذ ديبلوم ديالو دابا وتيسد،
راه تيبقى كل مره تيتكون باش يطور نفسه. بالنسبه لسي الدغمي انا اتفق معك، حنا خصنا نديرو خطوه يعني محطه ديال الوصل بيننا وبينكم. اليوم هذه محطه الاولى جات بالصدفه تنقولها لكم. الاخوان ديالنا الزملاء ديالنا جاو تيديروا الانخراط ديالهم في النقابه وتيسجلوا الانخراط. سي عبد الاله تيسجل الانخراط ديالو في النقابه وجمعيه الاعمال الاجتماعيه الصحفيه الصحافه المكتوبه. تواصلت انا وياه وقال لي اتصل بيا، كنت نتلاقى في البلاصه الفلانيه في المقر الجمعيه. جا تلاقينا قلت له علاش ما نفكروش نديروا لقاء في هذه المنطقه باش نتعرف عليكم عن قرب. رحب ونظم وانجز ولقانا مع بعضياتنا، وهذا ما يكونش اول لقاء واخر لقاء، قلتها في البدايه يعني خصنا نستمروا في اللقاء. مفروض علينا واجب علينا اننا خصنا نتلاقاو، لان ما يمكنليش غدا ندوي على انني تنمثل الصحفيين، وما يمكنليش غدا نقول بانني مساهمه كنقابه وطنيه للصحافه المغربيه في تاطير وتنظيم هذه المهنه دون ان يكون لي خيط وصل مع الزملاء والزميلات في هذا الاقليم. غادي يكون معيب عليا هذا الامر. هذه مساله يعني هذه نكونوا متفقين عليها. بالنسبه للاسئله ديالك التقنيه سي الدغمي ديال الخبره وديال الشراكه وهادشي ديال العمل بالمجان، هادشي انا غادي هادشي تقني. خصني نجيب لك خصني نشوف اسئله موضوعيه، يعني ما ديرش كيفاش تم التعامل معها في بالنسبه لمواقع اخرى قريبه. غير واحد القضيه ديال واحد يخدم معاك بالمجان بغا تخلصوش، هذا راه ما يمكنلكش تحسبوا على شركتك، لان الاصل في العمل هو الاجره. وخا يقول لك انا خدام معاك فافور بغا يدير لك التزام، بداك الالتزام يقدر يدعيك عند مفتي الشغل ويربح. خلينا من بعد افتح قوس ما كان ستة وين انا قلت لك ما عنديش مدخول صافي وانتهى الامر. انت ما عندكش تفضل صافي. حقاش الا ما عندكش مدخول ما غاديش دير شركه، ما خصكش دير شركه. وخليني غير نشرح لك يعني راه كاين القانون عاوتاني ما يمكنش دير شركه. مادام درتي انت شركه ودرتي ليها لا باتونت ديالها ودرتي راسك لا سي ان اس اس ودرتي القواعد ودير الموقع، راه خصك دير شركه. غدا الا بغيتي الدعم راه تقوليداتي حطيتو خليها سي الدغمي الله يخليك حطيتيه. خليني نشرح له. لا غنشرح له لا اسمح لي غنشرح له. هذا الشيء درتي بغيتي تنظم داخل في اطار التنظيم ياك باش تاخذ الدعم. انا ماشي في اداره الناشرين ولا في حاجه، انا خصك نقول حقك تاخذ الدعم، خصك تنظم. الا تنظمتوش ما تدويوش على شي حاجه خصكم تاخذوها. خاص التنظيم راه ضروري لو ريسك، ضروري مادام انت بغيتي هاد المينا ضروري غتاخذ ريسك. عندك تعتقد على الناس اللي داروا ليزانفيستيسمون باش يديروا جرائد كبرى وباش يديروا قنوات اذاعيه وباش يديروا هذا، راه ما خداوش لو ريسك، راه تيشتغلوا عامين انطلاقا من مواردهم البشريه مواردهم الذاتيه باش يقدروا يطوروا المؤسسات ديالهم. بالنسبه للاجره انا كنقابه تنقول بان 4000 درهم حد ادنى للصحفيين حرام، جريمه. ما يمكنش الصحفي يشطب 4000 درهم نهائيا، انا تنقولها. ولكن راه الناشرين قالوا غير 3000 درهم وحنا قلنا لهم لا 4000 درهم باز سالير دو باز يعني تكون ديكلاري في لاسينيتيس. اما الناشرين قالوا غير 3000 درهم. ولكن تنميزوا ما بين الصحافه الجهويه والصحافه الوطنيه في هذا المجال. استاذ حمزه انا اتفق معك في الملاحظات ديالك. بالنسبه لنا المجلس الوطني للصحافه ما يمكنليش ندافع عليه، ولكن كانت دارت الاليه ديال التشاور في هذا الامر. حنا كنقابه درنا مجموعه من اللقاءات السابقه لاخراج الميثاق الوطني لاخلاقيات المهنه، مجموعه من الجمعيات الحقوقيه اشتغلت على هذا المجال قبل. ويبغى لك الميثاق ماشي هو الميثاق اللي غيحكم لنا 30 عام، يمكن العام الجاي نغيرو. كاينه ملاحظات عليه الواحد يجتهد. حنا كنقابه مستعدين ناخذوا الملاحظات الواجهه اللي ممكن تجي من عندكم ونطرحوا عليها من اجل تغيير هذا الميثاق، لانه في كل مره تيجدد وكل مره تيتغير. وانا متفق على انه الميثاق فيه لغه ديال الحذر، احذر لا ينبغي، يجب فهمتي. كثر ما فيش علاقه تشاركيه تتحمل مسؤوليه الزميل الصحفي كزميل كفرد، كثر ما تيحمل مسؤوليه المؤسسه كمؤسسه بشكل عام. يمكن لنا نطوروه مستقبلا وخصنا نطوروه. يعني هذه تجربه اولى كنا محتاجينها، ما يمكنش نبقاو غادي في الفوضى. راه كاينه الفوضى في القطاع، ولكن خصنا غادي نمشيو فيها وخصنا نطوروها. ولا عندك شي ملاحظات
عافاك ما تبخلش علينا بها، نشتغلوا عليها ونديروها، لان حنا غادي نديروا واحد اللقاء اخر دوره تكوينيه ان شاء الله في جديده حول اخلاقيات المهنه وحقوق الانسان. وفي ذاك غادي نشتغلوا بالورقه والستيلو باللي نورم ديال التكوين. وفي ذاك النهار يمكن لنا نتلاقاو فيه ويمكن لنا نذكروا حتى على الملاحظات ديالك. بالنسبه للزميل ديالنا اللي غيتو ميستر عبد الله، حنا ما تنديروش لا ماشي كلشي بالمركز، عندنا فروع جهويه 12 فرع جهوي في المغرب كامل. ما كانش عندنا جهه واحده هي درعا تفيلات غنديروها الاسبوع الجاي ان شاء الله. عندنا فروع جهويه كامله في المغرب كامل، ولكن الفرع الجهوي عنده الحق يدير لجان اقليميه ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، وهذا غادي في هذا الاتجاه وغنديروه. حنا غادي في هذا الشيء وغادي نشتغلوا عليه. هذا بالنسبه للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. بالنسبه لجمعيه الاعمال الاجتماعيه ما عندناش الحق نديروا فروع جهويه نظرا لان القانون التاسيس المؤسس للجمعيه هو غادي يعني هذاك هو القانون المؤسس لها والمنظم لها، ولكن بغينا نسعى الى تحويل هذه الجمعيه الى مؤسسه الاعمال الاجتماعيه على شكل مؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال القطاع التعليمي، وحنا تنطوروها. يمكن في واحد العامين يمكن نمشيو لمؤسسه كبيره اللي غادي تكون عندها دعم كبير من طرف، وغادي تنشا تحت اشراف زعما عالي جدا ان شاء الله. وحنا هذا هو الطموح ديالنا، ننتقلوا من شيء بسيط الى شيء كبير. بالنسبه للدعم الضخم مشى، راه الناس تاخذ الدعم تيقول مثلا تاخذ شحال الارقام 200 مليون سنتيم ياك 2 مليون درهم. شحال عندها ديك الجريده ديال لا ماس سالاريال في الشهر؟ الاتحاد الاشتراكي مثلا عندهم اكثر من 100 مليون سنتيم في الشهر ديال لا ماس سالاريال، وتيخلصوا الناس لا سينيسيس، وتيخلصوا الناس لا ميتويال، وتيخلصوا الناس لا سيمير ديالهم، وتيعطيهم عطله، تعطيهم 14 موا. يعني فاش تخرج كونجي تعطوك الكونجي ديالك الاجره ديالك زائد 75% من الاجره ديالك، وتعطيهم من حد الشهر الثالث عشر، وتعطيهم بريم العيد الصغير وبريم العيد الكبير وبريم العاشوره وبريم لونطري سكولير على كل طفل 350 درهم. ايوا هذه الاتحاد الاشتراكي. وكاينه جرائد اخرى تنعطي هذا النموذج حنا تنعرفوا، وكاينه جرائد اخرى مثلا مؤسسه الاحداث المغربيه تقريبا عندهم فوق 120 مليون ديال لا باس سالاريال. شنو هذا الدعم قدام هذه الكلفه الماليه الكبيره؟ الدعم قليل. راه ما يمكنش انا نجي نقول الدوله عطيني من هذا الشيء، لا، خاص لا فورشيت ديال الدعم اللي تعطيه الدوله لهذا القطاع خصو ماشي تضاعف، خصو يتعاود يتناقش بشكل جيد جدا. وخصنا نعاودوا نميزوا ما بين جوج اشكال الدعم، اشكال الدعم الموجه للصحافه الوطنيه واشكال الدعم الموجه للصحافه اللي تشتغل جهويا. ولو انني نحدث لجان جهويه لدعم الصحافه الجهويه والمحليه والاقليميه، خاصنا نفكروا في هذا الشيء، خاصنا نطوروه. ماشي علاش الاحداث المغربيه ولا علاش الصباح ولاش المساء والاخبار اليوم تياخذوا هذا الشيء، راه شنو تيديروا؟ تبارك الله. وسير شوف الصباح شحال عندهم ديال الكلفه الاجريه، الصباح والايكونومي شحال عندهم ديال الكلفه الاجريه، والاحداث المغربيه شحال عندهم، والاخرين شحال عندهم. هي يمكن يكون شي اختلالات معينه زعما، ولكن راه لا مسالاريال كبيره. باش حنا نكونوا نقاشنا اوبجيكتيف وما نتصادموش مع فئه اخرى، حنا ما تنقولوا دوك الناس واخا ما كاين حتى مشكل، كاين اثار ياك لا رجعيه في القوانين، كاين واحد طقوس معينه سابقه. هو سيدي انا غادي نناقش معك الدعم الجهوي، ماشي الدعم الوطني للصحف، الدعم الجهوي للصحف، واجي نديروا لي جهات جهويه لدعم هذه الصحف الجهويه، وكل جريده ندعموها سولو شنو تتخسر، شنو هما لي شارج اللي عندها. ماشي جريده مثلا لي شارج ديالها كاملين 6 مليون، كاينين شي ما كاينينش. بالنسبه للالكترونيه 6 مليون في الشهر، فيها 3 مليون ديال مدير الجريده و3 مليون ديال العاملين والتقنيين، ويقول لك عطيني 30 مليون سنويا ديال الدعم. بمعنى شنو تيخسر هو؟ فهمتي؟ هادشي نقدروا نناقشوا، راه ماشي يعني انا هذوك الارقام هاد الجريده شنو هذوك الارقام راه لا تساوي شيء مع الحجم ديال الازمه اللي كاينه في قطاع الصحافه. راه ما كاينش الاشهار، وراه الاشهار ولا اكثر تيمشي للدعامات الرقميه والالكترونيه والدعامات المسموعه وكذا، والجرائد الورقيه راه سيغدي راه غير تتحاول تعيش. وبزاف المؤسسات ديال الجرائد الورقيه حيدوا واخا ما عندهمش الحق، يحيدوا بزاف المكتسبات، ولكن انا ما تندافعش عليهم. انا تنقول بانه واخا نتوما غتستافدوا، ولكن خليونا نديروا الاليه الجهويه ديال الدعم غترضيكم، لانه اللي تيعرفكم وتيعرف شنو تتخدموا هما
ياك حنا غاديين في اطار الجهويه الموسعه، ايوا حتى هادي نمشيو فيها في هذا الاتجاه. هذوك اللجنه الوطنيه ديال الدعم كاينه تما، وديروا لجان جهويه ديال الدعم، وحنا غادي ولكن خصنا نطرفوا على هادشي، خصنا نشتغلوا عليه بشكل منظم، خصنا باش نشتغلوا عليه منظم خصنا نديروا شركات، خصنا نحترموا القانون، وخصنا نحترموا ميثاق اخلاقيات المهنه، وخصنا نديروا مهنه الصحافه بصح نيت ماشي مهنه اخرى، ماشي ندير بين قوسين شي حاجه باش نبتز شي حد ولا اي حد ما ضحكش ليا نقول له راه مثلا الفلان فلاني ما دارش ولا كذا، يعني فهمتي خصنا نديروا الممارسه الحقه الواضحه الشفافه. اتفق مع غنسالي دابا، اتفق معك بالنسبه يمكن فهمتيني غلط، راه الجرائد الوطنيه خسرات مما بقاتش تدير صحافه القرب. دابا اغلبيه المراسلين تقول لهم وديروا معنا الملفات الاسبوعيه حول كذا وكذا، ولكن ما تيقولش لهم عطيني الخبر ديال جديده ديال حلما بان بصح بعض الاخبار اللي تكون في جديده في الصويره في اسفي كاع المدن كامله تتكون مهمه بالنسبه للقارئ اللي تيقرا الجريده. واليوم تتعلق الى تبعنا كاع الجرائد الوطنيه تلقاو فيها شنو؟ تلقاو فيها مجموعه من الاخبار الوطنيه اللي فيها اخبار الحكومه والاحزاب السياسيه وكذا، وتلقاو صفحات ديال الاسره والرياضه والصفحات ديال ملفات الاسبوع وصفحات المجتمع ولات قليله، علما ان هي اللي كانت لاباز كانت تكون 5 حتى 6 ربما بين 4 حتى 6 الصفحات كلها ديال المجتمع فيها كاع المدينه. انا تتمنى نكون جاوبتكم. انا في الخدمه كفرع جهوي ديال انا في نفس الوقت انا في الفرع الجهوي ديال الدار البيضاء في الخدمه. بالنسبه للانخراطات ديالكم الفرع مفتوح من الوحده ل7 العشيه في كازا، اللي ما قدرش يجي يتعامل معايا غير بالواتساب وانا نوصل له البطاقه حتى لعنده ياك. بالنسبه لجمعيه الاعمال الاجتماعيه هي مفتوحه في وجهكم ايضا للانخراط. بالنسبه لاي مساعده اي رغبه في التكوين اي فكره جاتكم ايجابيه يمكننا نشتغلوا فيها كاملين، لا تترددوا في الاتصال بهذا الرقم. افتح باوس ثانيه انا ما عنديش مولاي الزملاء الزميلات الاخوان، انا تنشكر اخت حنان باسمكم على هذا اللقاء التخصصي في مجال الاعلام واللي عطى الوقت ديالو من خلال المداخلات والنقاش. والاخت حنان اليوم دارت لنا مرافعه كبرلمانيه بدايه برلمانيه اللي حاولت تطرح على واحد الموضوع اللي هو من التخصص ديالها، وكما قلت في الاول وكما اكدت الاخت حنان هي بادره اوليه، وتنطلب من الزملاء في اقليم الجديده على انه فعلا خاص واحد تنظيم قوي باش الحضور ديالنا سواء في النقابه الوطنيه للصحافه او سواء في الاعمال الاجتماعيه اللي الاخت حنان تعمل فيها بواحد الشكل قوي بالنسبه للاسر ديال الصحافه، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للمخيمات للاصفار الى اخره اللي تنتمنى نكونوا فيها. هذه اللحظه غادي نودعكم الاخت حنان من هنا، وتنطلب من الاخ غيتومي والاخ احمد مشكح يتفضلوا. انا بعد حضرت واحد التكريم غادي نوصفوا للاخوان، وكاين اصدقاء ديال الاخ احمد هنا داروا لي واحد التكريم ممتاز في مقهى في ازمور تيجلس فيها الاخ احمد هو واحد المجموعه ديال الاصدقاء ديالو، فاذا باستدعي هاتفيا الاخ عطيف جاي معنا للقهوه، راه كاين واحد الحفل الاخ احمد بالاصدقاء ديالو واحد الاحتفال اللي كان رمزي وكان داخل مقهى واللي شاركوا فيه واحد مجموعه الاخوان. قلنا حنا علاش اليوم ما عندناش لقاء مثل هذا ونحتفلوا حنا بالاخ احمد مشكح كما احتفلنا به سابقا، اللي هو اليوم تيحصل على واحد الجائزه ديال العمود الرياضي، وهذا فخر ماشي لمدينه ازمور وحده وانما فخر لاقليمنا واقليم الجديده، وهذا هو اللي خصنا نمشيو فيه دائما، اننا الصحافه في اقليم الجديده خصنا نعطيو الاعتبار لبعضكم، واخا حنا ودعنا الصحافه ولكن نتوما خصكم نبقاو على شكل حميمي شكل قوي، لان الاقليم ديالنا محتاج لهذا النوع ديال العمل. فهنيئا لاخينا احمد، واتصلنا بالاخ غيتومي اللي سنعتبروه زميل قيدو مشاغب باش هو اللي يدير الكلمه في حق الاخ احمد، وشكرا. اخت الكريمه نائبه رئيس النقابه الوطنيه للصحافه بالمغرب، الإخوان الصحفيون والمراسلون، الحضور الكريم، طلب مني أن أرتجل كلمة في حق زميلي وفي حق هرم من أهرام الصحافة الوطنية،
سي أحمد مشكح، ولا بد أن يكون هذه الكلمة أو تكون هذه الكلمة المرتجلة عودة إلى الوراء، إلى سنوات الثمانينات، ليؤكد أنه من الجيل الذي بنى الصحافة الوطنية يوم كانت المراسلات ماشي بالانترنت ولكن بالساتيان، لأنك تكتب المراسلة ديالك كتحطها في الساتيان، تفيق باش تحطها بكري باش توصل للهيئة ديال التحرير، عاودوا يصحوها ويركبوها في واحد اللوحة ديال الزنك، يديوها للمطبعة وتطبع وترجع عملية توزيع بجميع المشاكل ديالها. إذن هذا نضال عسير للصحافة الوطنية باش تبقى مستمرة وتصنع رأي عام وطني، وساهمت كذلك في مجموعة من القضايا الوطنية. حينما أتحدث عن الأخ أحمد المشكح لا أختزله في عمود رياضي، بل أقول هو هرم من أهرامات الصحافة الوطنية. صحيح ملي كنشوف المشكح بدا الكتابة ديالو في 1984، هنا بالضبط كنغتنم هذه المناسبة باش كنترحم على سي دريس حنبالي الله يرحمه، باش كنترحم على سي محمد معناوي، وعلى سي محمد السلجاوي، وعلى سي سليم مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء، وعلى واحد المجموعة من السي عز الدين حنين الله يرحمه. فلذلك أنا في هذه اللحظة ملي كنترحم على هاد الناس هادو هما اللي كانوا الأولين، وكنترحم كذلك على أقدمهم سي الفيلالي. سي الفيلالي مراسل ديال لو ماتان اللي مات في المنزل ديالو وحيد، وما تكتشف الموت ديالو حتى بعد 3 سنوات، ولقاو في المنزل ملي تحلوا المنزل الشرطة القضائية لقاو الجريدة ديال لو ماتان طايحة على الهيكل العظمي ديالو، وعرفوا أن هذيك الجريدة بهذاك اليوم وهذاك التاريخ هذاك هو النهار اللي مات فيه السي الفيلالي، لأن كان فيها تاريخ. لأن هذا الجيل الأول كنت كنتساءل، كنت أصغرهم في 84، كنقول محالش ملي مات السي دريس حنبالي ومات سليم ديال وكالة المغرب العربي ومعناوي والسنجاوي، واش غادي يجي شي جيل اخر اللي غادي يحمل المشعل؟ كانت الإجابة في 84 غادي يبرز عندنا واحد الشخص في أزمور اللي هو سي أحمد المشكح. سي أحمد المشكح البداية ديالو كانت بداية حزبية، أي أنه تولد في جلباب الاتحاد الاشتراكي، بمعنى الكتابات ديالو كانت كتابات حزبية. وأعتقد أن الكتابات الحزبية والصحافة الحزبية تنتصر للحزب، ما كتنتصرش للرأي الآخر، أي كل من يخالف الحزب في التوجه كيكون هنا في البداية سلسلة ديال سي أحمد المشكح عبو الريح. عبو الريح هو صراع مع السي بالعباس الله يذكره بخير داخل بلدية البير الجديد، وما تلقاه السي أحمد من المضايقات. هو يقول السي أحمد علاش أنا كنكتب أجي ندخل لميدان السياسة، هو داخل ليه ندخل ميدان انتخابات. فعلا انتخب عضو في بلدية أزمور، الرئيس هو سي المرابط، نائب الرئيس مكلف الشؤون الثقافية ياك سي لا باقي كنتذكر. إذن هنا كانت القفزة الخاطئة للسي أحمد المشكح. علاش؟ لأنه ما طولش فيها، ما عودهاش لأن دخل جرب من 97 ل 2002، هذا هو التاريخ. 92 97 لا ما نظنش 92 لأن 92 97 ما عاودش في 97 ترشح. علاش؟ لأنه أدرك بأن الصحفي
يجب أن يكون محايدا وأن لا يكون خصما وحكما. إذن هنا السي أحمد المشكح البداية في 84. 2001 السي أحمد المشكح غيركب واحد التجربة أخرى، هو أن كما قالت الأخت رحاب بالنسبة للمدن الصغيرة لا تعطي متسعا من التألق للكفاءات، بمعنى كرة القدم كتلعب في جديدة في واحد الوقت، لا بغيتي تبان خاص تمشي الرجاء ولا الوداد ولا أي فرقة باش كتعطي. فهنا هذا هو الجيل ديال المشكح بدا. تبعوا حسن احتراف، تبعوا حسن البصري، تبعوا جمال السطيفي، وتبعوا واحد المجموعة ديال الإخوان ما كنذكرهمش دابا. ملي خرجوا للدار البيضاء اشنا ماشي التعلق ليه هو، ولكن عطى مثال على أن ممكن لكفاءات اللي هي في المحيط يمكن تكون أكثر كفاءة وأكثر عطاء، وممكن أنها تأخذ التتويج كما خاضوا السي أحمد مشكح. حقيقة في 2001 غادا تجي جريدة الأيام، جريدة الأيام اللي غادا تأتت المشهد الصحفي، وغتكون واحد التجربة اللي هي رائدة ديال جريدة أسبوعية مستقلة عن التيارات السياسية. وواحد الحقيقة اللي يمكن يعرفها الجميع أن جريدة الأيام تأسست في المنزل ديال السي أحمد مشكح في أزمور، أي أن عقد الازدياد كان في المنزل ديال السي أحمد مشكح. كتستمر من هذه الحقيقة. بالنسبة للسي أحمد مشكح في التجربة مع الأيام استمر حتى 19 ياك ولا 13 2013 غادا تستمر التجربة تقريبا 13 سنة. 13 سنة ماشي سهلة بالنسبة للصحفي اللي غادي ياخذ واحد التوجه آخر. هذا هو الخطورة ديال مشكح. في الأولى ما كانش صحفي رياضي، مشى من الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، لقى راسو في القسم الرياضي وعطى فيه عطاء كبير. من بعد دائما الإنسان يحن إلى فين بدا البدايات ديالو الأولى. كيرجع لجريدة المساء وكي يعطي واحد يبلي البلاء الحسن في صنف الاستطلاع الصحفي واللي توج فيه مصر سنة 2000 ياك سي مشكح بجائزة أحسن صحفي يجيد الاستطلاع الصحفي. وأعتقد حينما أقول الاستطلاع الصحفي هو جنس من أجناس الصحافة اللي ليس هو أنه وقعت حادثة كاد ماتوا 4 حضروا الجدارمية قيدوا وتصنتوا وقالوا بأن راه سبب. لا، هذه هنا فين كتظهر الشخصية وكذلك التراكمات الثقافية ديال الصحفي اللي ما يمكن حتى شي واحد ينزعها من السي أحمد المشكح، لأن الاستطلاع هو جنس فيه البحث عن المعلومة، فيه الرأي والرأي الآخر، فيه كذلك أحمد المشكح عمره ما كان صحفي في المسار ديالو اللي لا فتحنا سوابقه ما عندوش بزاف ديال البيانات الحقيقة. لأن الصحفي اللي كتبعوا البيانات الحقيقة أعتقد أنه راه يمكن نرجعوه للمسيلمة الكذاب أو ما إلى ذلك. إذن هذا هو أحمد مشكح. كذلك أحمد مشكح هو غادي كيتزاد شوية في السن، كيتزاد ثبات وكيتزاد كذلك ياك مدام كيتزاد ثبات، لأن أحمد المشكح كان كذلك في البداية ديالو. هذه البدايات ديالنا الأولى كان سريع الغضب، ولكن الغضب ديالو خطير لأنه دائما في حالة سكون، ولكن سكون يسبق العاصفة.
فمن الأشياء التي لا زلت أذكرها في جمع عام للدفاع الحسني الجديد، حضر أحمد مشكح الصحفي اللي كان معك السي أحمد، القسم الرياضي ديال الاتحاد الاشتراكي، مصباح، لا مصباح، طلب مصباح ياخذ الكلمة. كنا كذلك نحن واحد النوع ديال العنف، والسي أحمد مشكح جايب واحد من الدار البيضاء وسبقنا حنا في الكلمة، وقعت مشادات ما جاوبش. نهار اثنين كتب في واحد العمود ديالو، هذه مازال كنذكرها كيضحك، كتب لا عبد ربي احد المحسوبين على التعليم والصحافه. كاين هادشي السي بالنسبه لهذه الكتابه وقع رب واخذ وعطاء، هو في الاتحاد الاشتراكي ونحن انذاك في الميثاق الرياضي، الى ان تدخل سي احمد شهيد وسي مصطفى الخيال الله يشافيه والسي احمد الرشاد، واحد المجموعه ديال الاخوان، وعادت المياه الى مجاريها، ولكن دائما في اطار نوع من تواودد. نعتبر السي احمد مشكح اليوم التتويج ديالو ماشي ليه هو بوحدو، الازمور لاقليم الجديده. وملي كنقولوا لاقليم الجديده فرحنا كنأكدوا من خلال التتويج ديال السي احمد على ان الاقاليم والجهات فيها طاقات، واللي لا يوجد في المركز يوجد في المحيط. تتويجكم السي احمد اليوم التتويج ديالنا، وكنطلب منكم توقفوا احتراما للاخ احمد. الكلمة الطيبة، وأنا سعيد أن أكون بينكم في هذه اللحظة، لحظة الاحتفاء بتتويجي بجائزة صحفية. سعيد أن يكونوا حاضرين معنا الرفاق والزملاء اللي واكبونا وواكبناهم، وكان عندهم كذلك بصمتهم في تاريخ الصحافة، ماشي فقط غير المحلية بل حتى الوطنية. وقال السي عبد الله هو أنه توجد في المركز طاقات، ولكن حتى في الأقاليم وحتى في الجهات توجد طاقات أكبر. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائي أصدقاء المقهى اللي شرفوني بهذا الحضور. أنا مرتبك وغير قادر على ترتيب أفكاري لكي أتحدث، لأنه الاحتفاء كيكون محرج. أنا بغيت غير نرجع لما قالته الأخت حنان وهي تقدم عرضها حول أخلاقية المهنة، على أننا في حاجة قبل الأخلاقيات لكي نتعلم المهنة، وهذا من المهام التي يجب أن تقع على كاهل النقابة الوطنية للصحافة الوطنية المغربية وعلى كاهل المجلس الوطني للصحافة. التكوين الصحفي هو الطريق الأسلم لكي نحترم أخلاقية المهنة. للأسف الشديد ويجب أن نعترف بهذا الأمر، هناك مراسلون صحفيون ومتعاونون ما زالوا لا يتوفرون على الكفاءة للتعاطي مع الأجناس الصحفية، ونحن في حاجة إلى هذا الأمر من خلال دورات تكوينية. هذا لقاء أولي كما قالت الأخت حنان، نريده أن يستثمر لاحقا في دورة تكوينية أكاديمية. أنا لا أتحدث عن بعض الدورات التي يقوم بها بعض البعض، وهي أحيانا بالمقابل، وهذا مؤسف جدا، أن تصبح صحفيا في ظرف 7 ساعات، بحال حكاية أن تصبح معلما في 7 أيام. وهذا موجود بيننا. نحن مطالبون سواء كصحفيين أو كنقابة أو كمجلس وطني أن نحارب هذه الظاهرة، لأنها تسيء لنا جميعا. بالتكوين، والتكوين أولا وأخيرا، نحترم الأخلاقيات لاحقا.
شكرا لنادي الصحافة، نادي المراسلين بأزمور والدائرة. شكرا لإخواني الزملاء الصحفيين بأزمور وبالجديدة، لأنهم كلهم يستحقون هذه الجائزة. هذه جائزتكم، وأنا لست إلا ممثل لكم. أتمنى للجميع التوفيق، وشكرا لكم. شكرا الأخ أحمد. الأخ عقيلة الكبريتي اللي تنعتبروا دينامو حقيقي ديال هذا النشاط، يتفضل يقدم الدرع ديال نادي المراسلين أخت حنان رحاب. شكرا لكل الزملاء، شكرا الاخ عبد الله. والدرع الاخر الاخ احمد مشكاح يقدموا الاخ الغيتون. أشكر جميع الحضور. غادي ناخذ واحد